بالنسبه للناس اللي خدامه ولا كتجي عيانه، هاد الوصفه هادي اللي كتجي رائعه الاخوان، تبعوا معايا باش نوريكم الطريقه تستعجبوهم. دونك هنا غادي ناخذ واحد الكميه كما غادي تشوفوا ديال العطريه، كناخذوا هنايا كما غادي تشوفوا البصله بودر والثومه بودر، شويه ديال الملح وسكنجبير، وهنا التوابل ديال الشاورما كنضيفوهم فوق الصدوره ديال الدجاج بهذا الشكل هذا، جوج ديال الصدوره. كنضيفوا عليهم شويه الاخوان كما غادي تشوفوا ديال الزعتر من الفوق على حسب البنه، وكذلك الاخوان شويه ديال الزيت من الفوق بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا اننا نشرملهم على هذا الشكل وكنخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 30 دقيقه. دونك هنا كما غادي تشوفوا كناخذوا هاد المكرونه كنضيفوها في الماء الطريقه العاديه باش اننا كنسلقوها، كنضيفوا عليها ضامتي شويه ديال الملحه من الفوق، وكنحاولوا اننا نخلطوا ونخليوها انها تسلق على خاطرها. هنا ناخذوا الكوكوط ديالنا كنديروا فيها ورق ديال الزبده من التحت، وكنضيفوا عليها داك الصدر ديال الدجاج كنغلقوا عليها بهذه الطريقه هذه، وكنديروها فوق البوطه نخليوها لمده ديال 20 دقيقه. هنا غادي ناخذ واحد المقله كنضيفوا فيها الفلفل الالوان، شويه ديال البصله، الزيت، وشويه ديال الفلفل الاسود والملحه. كنشحروهم مزيان وكنضيفوهم كما غادي تشوفوا على داك المكرونيه من الفوق بهذه الطريقه هذه. هنا في هذه المرحله هذه كنضيفوا شويه ديال المايونيز بهذه الطريقه هذه. كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا، وهنا كتكون واجده عندنا المكرونيه. كنضيفوا فيها القطع ديال اللحم من الفوق على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا، فراه كتجي في واحد البنه اللي هائله وبصحه وراحه. الا عجبك لا فيديو بارطاج مع الناس اللي كتعرف، خلي واحد القليل وشي دعوه ديال الخير، وما تنساش تفوت عندي الكونط ديالي